لم تكن تلك رحلات حرب، كانت سباقا مع الموت. في الأندلس كانت النيران تشتعل والسجون تمتلئ، ومحاكم التفتيش لا ترحم أحدا. نساء، أطفال، وشيوخ ينتظرون البحر كآخر أمل. وهنا دخل الإخوة بربروس القدر من أوسع أبوابه. سفن لا تتوقف، رحلات متكررة، وخطر في كل مرة. لم يكن البحر عدوهم، كان الزمن. كل تأخير يعني روحا تفقد. ومن خلف الأمواج ظهرت الأرض، الجزائر. لم تكن مجرد شاطئ، كانت ملجأ. استقبلت الفارين كما تستقبل الأم أبنائها. لم يسأل أحد من أنتم، بل قيل لهم لقد نجوتم. ماء، خبز، وأمان لأول مرة. هنا لم يكن القادمون لاجئين، كانوا أهلا. نظر عروج وخير الدين إلى هذه الأرض، وكأنها تقول لسنا غرباء عنكم. لكن الرحلة لم تنتهي بعد، والبحر ما زال ينادي. وقبل أن تغادر السفن كأن بربروس قال للأرض سنعود، لكن ليس الآن. لأن بين هذا البحر وهذه الأرض وعدا لم يكسر. في الحلقة القادمة سيعودون لا كمنقذين فقط، بل كحلفاء